شتت الكوره يا عم ديانج ديانج مش عايز يطفش الكوره واحنا اللي هنطفش قريب، لكن الحمد لله بين الشوطين بقى بعد ما قعدنا نغني استرها يا رب وعدها على خير يا رب وكرمنا يا رب. الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا امبارح وتعادلنا مع يانج افريكانز 1-1 ومستمرين في صداره المجموعه بثمان نقاط. وقدر الجيش المغربي امبارح يكسب كمان شبيبه القبائل وينتزع بوصافه المجموعه من يانج افريكانز، اصبحوا 8 نقاط 5 نقاط بعد الاهلي ب8 نقاط. مباراتنا الجايه هنلعب قدام البنك الاهلي، مباراه رخمه ومباراه بتبقى صعبه ومباراه احنا محتاجين فيها الفوز بعد تعثر بيراميدز مع الجونه 1-1 وفقد نقطتين واصبح فرق النقاط نقطتين. الحمد لله ما فيش افتكاسات في الموعد، هنلعب في الساعه 9 يوم الثلاث الجاي، لكن بعدها طبعا هنلعب مع شبيبه القبائل برضو بعدها في الجزائر يوم 7. يعني عندنا ضغط مباريات، محتاجين ان احنا نشوف اشرف بن شرقي بياخد دقايق اكتر من كده عم يستر روب، وفي نفس القصه محمد علي بن رمضان هيفيدونا كتير جدا، خاصه اشرف بن شرقي كان من افضل اللعيبه الموجوده في الاهلي قبل التوقف وقبل الاصابه كمان. فبالتالي عودته هتكون مفيده جدا بالنسبه لنا ومهمه جدا جدا، وهتعطينا بدائل على الدكه وحاجه هتكون عاليه جدا بالنسبه لنا. يحسب لعم يستر روب المباراه الثانيه على التوالي خارج ارضنا في المجموعه ان احنا بنكون مهزومين وبنرجع في المباراه واللعيبه بتلم الليله، وفي نفس الوقت بنلم نفسنا ونقدر ان احنا ناخد اللي احنا عايزينه من المباراه. مجمل عام الشوط الاولاني كان وحش شوبير امبارح، قدر ان هو الدقيقه العشره يشيل كوره على مرماه، وفي نفس الوقت في كوره كانت مترحله ناحيه الخط دخل على الواد وحش برضه شال الكوره، ولا حد بقى ملبسنا جون ملوش اي لازمه ملوش اي لازمه. قبله كنا ممكن كمان نكون متقدمين ب1-0، كوره جت لزيزو لعبها عرضيه لتريزيجيه ما كانش موفق فيها، وفي نفس الوقت ربنا ما كانش كاتب لنا فيها التوفيق. لكن الجون اللي احنا جبناه عن طريق عن ميديانج الحمد لله لا عدل فيها ولا لعب فيها، شاطها كده والحمد لله لبست في رجله ودخل الجون وكنا وقدرنا ان احنا نرجع للمباراه. كان برضو تريزيجيه امبارح يقدر ان هو يحسم المباراه لينا في الدقائق الاخيره في الكره اللي ما كانتش موجوده في البث، لكن الحمد لله مجمل عام راضيين عن النتيجه. عم يسترب اكيد راضي عنها، لعبنا على التعادل امبارح، ما كناش حلوين جدا الشوط الاول، فبالتالي مجمل عام نتيجه مقبوله بشكلا وموضوعا امبارح. لكن نقدر نقول مباراتنا الجايه قدام البنك الاهلي هتكون مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، عايزين نزيد الضغط على بيراميدز. نفس القصه، انت عايز تعمل روتيشن كويس جدا للعيبه، وعندنا تدوير في مركز حراسه المرمى كويس جدا، اكيد احنا مستفيدين منه ان احنا بنشوف شوبير ومستقبل الاهلي في حراسه المرمى، وفي نفس الوقت محمد الشناوي راجع نفسه ويستعيد فورمته. الحاجه الثانيه اكيد مع اصابه ياسر ابراهيم امبارح ممكن نشوف هاني رياض بيلعب المباراه الجايه، محمود الجزار بيشارك مكانه. نفس الوقت في نص الملعب محتاجين ان احنا نشوف دقايق اكتر لمحمد بن رمضان يستعيد مستواه، وفي نفس الوقت هيفيدنا في نص الملعب. على الخط الامامي بقى عايزين نشوف المهاجم والعجله تدور بدري بدري ونرتاح بدري بدري، وفي نفس الوقت هنكون مرعبين اكتر من كده لما يكون هداف. ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله في مباراه البنك الاهلي، وعم يستر بيقدر ان هو هيكون فعلا خالق منافسه شديده جدا بين اللاعيبه في الملعب.